وصفتنا زي ما شفنا في العنوان، هنعمل زبادي بيتي وهنعمله في 3 ساعات بس. أيوة، في 3 ساعات هنعمل الزبادي البيتي وبشكل متماسك جدا ومن غير أي إضافات. زي ما احنا شايفين مع بعض كده هتاخدي نتيجة ممتازة جدا. ولو انت عاملة أي وصفة زبادي تانية انسيها وتعالي شوفي دي. يلا بينا نشوف احنا هنعمل ايه، بس بعد ما نقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجة هيكون معانا اللبن، طبعا غليناه كويس قوي وسبناه لما يدفى بالشكل اللي احنا شايفينه ده. هنجهز على طول الكوبايات بتاعتنا، طبعا تكون مناسبة على قد كمية اللبن، والخطوات لازم تكون بالترتيب عشان ناخد النتيجة المطلوبة. ومن الخطوات المهمة عندنا هنا في وصفة الزبادي هي وصفة تجهيز الكوبايات، لازم نمشي عليها زي ما احنا هنوضح مع بعض كده عشان تاخدوا النتيجة بتاعة الزبادي، يبقى متماسك، يكون مش فاصل معانا، وكمان يبقى في وقت قصير. المية تكون مغلية، وبأكد عليكم لازم تبقى مغلية عشان السخونة كلها تكون في الكوبايات اللي احنا هنعمل فيها الزبادي. ومش شرط تكون كوبايات فرن مخصوصة للفرن، كوبايات عادية خالص الإزاز اللي احنا بنستعملها في البيت وفي المطبخ. الخطوة دي مهمة عشان احنا في الحالة دي بنعمل بيئة مناسبة علشان نعمل خميرة الزبادي. احنا هنا مش هنستخدم فرن بوتاجاز ومش هنستخدم أي مكنة زبادي، هنعملها بطريقة سهلة جدا وهنشوفها مع بعض. ودي كانت الخطوة التانية في الترتيب علشان نعمل الزبادي. تالت خطوة، على ما الكوبايات دي تاخد السخونة نجهز الزبادي معانا. على طول هنجيب معلقة زبادي بالشكل ده وننزل بيها في الخلاط على شوية لبن ونخلطهم حلو قوي، لازم الزبادي تدوب. وهنا بقى لو احنا حابينه زبادي الشركات اللي هو المعلب، نقدر نحوش منه القشطة ونضرب بمعلقة سكر ونخلط حلو قوي مع بعض علشان كله يبقى مية واحدة، يبقى كله زي بعضه، ما يكونش فيه لبن فيه زبادي ولبن مفهوش زبادي بالشكل اللي احنا شفناه ده. هنعملهم ميكس مع بعض وبكده يبقى عملنا زبادي الشركات. وطريقة زبادي الشركات هي طريقة الزبادي البلدي، الاختلاف الوحيد لما بنيجي نعمل الميكس في الخلاط ما بين الزبادي واللبن ووش القشطة زي ما اتفقنا. ولو حبينا نعمل الزبادي البلدي اللي بوش قشطة جميل وبيبقى فيه كده رغوة كده وفوم كده من الحروف دي، انا بحبها قوي، بتبقى حلوة جدا. هيبقى بالطريقة اللي احنا شايفينها مع بعض دي. هناخد معلقة زبادي برضو وهننزل بيها في الخلاط ونضربها كويس قوي، ومجرد ما هي تدوب مع اللبن، الزبادي في اللبن، هننزل ببقية الكمية بتاعة اللبن كلها في شفشق الخلاط ونضربهم، ومش هنحوش القشطة ومش هنحوش الفوم. ونيجي بقى للخطوة اللي قبل الأخيرة ودي برضو مهمة، لازم نمشي على الخطوات بالترتيب كلها علشان ناخد زبادي بيتي ناجح متماسك من غير أي إضافات وفي 3 ساعات بس، حصري في 3 ساعات بس. هنا الكوبايات خلاص خدت السخونة كلها من المية المغلية وبدأت المية بالشكل ده ما تطلعش بخار وبردت. هنصفي المية كلها وهنقلب الكوبايات زي ما شفناها كده علشان خاطر ما يبقاش فيها أي مية، وكمان ما يعزلش معانا. كمان الخطوة دي نقدر نحط الكوبايات في الفرن ونعملها زي ما بنعقم البطرمانات بالظبط، الكوبايات هتاخد معانا سخونة ونستغنى عن الخطوة دي. يبقى انت عندك كده خطوة ممكن تستغني عنها، هتبقى بديل ليها إن إحنا نحطها في الفرن. أنا بسهل عليكم على قد ما نقدر علشان خاطر تعملوا الوصفة ناجحة ببدايل كتيرة، علشان لذيذة وسهلة، بتعمل لكم كلها وصفات لذيذة فعلا وسهلة وبسيطة جدا على المشاهد. كمان بقى شايفين طريقة الصب دي أنا بعملها لما أجي أعمل الزبادي اللي هو البيتي. طريقة الصب دي هي اللي بتعمل لنا الرغوة وبتعمل الفوم بالشكل ده علشان ناخد وش القشطة من الزبادي البلدي. يبقى احنا كده عرفنا ازاي لو عايزين النتيجة للزبادي البلدي ولو عايزين نتيجة الزبادي بتاع الشركات. آخر خطوة معانا إن احنا نحتفظ بيه، ازاي هنعمل بيئة مناسبة ليه علشان خاطر يبقى فيها اختمار الزبادي، هتبقى بالشكل ده. انت ليكي برضو ان انت تحطيه في حلة بالشكل ده ومية، مش عايزاها مغلية، عايزاها تبقى قربت على الغليان وتكون المية مسوية لنص كوباية الزبادي اللي احنا عملناها. ممكن كمان نحطه في صينية زي ما احنا شايفين بالشكل ده وننزل على طول بالمية زي ما انا قلت لكم، مية سخنة جدا
تكون قربت على الغليان، وعلى طول نغطيها. بعد ما نصب المية لازم نكون مجهزين القماشة معانا ونغطيها بالشكل ده فوطة على طول الموجود عندك. المهم ان هي لازم تدفى حلو قوي. حطيت عليها بطانية، حطيت عليها فوطة تقيلة، فوطتين، مفيش اي مشكلة، وما تتحركش من مكانها وما افتحش عليها قبل ال3 ساعات دول، ابقى مطمنة مفيش اي مشكلة. زي ما شفنا كده كمان ان القماشة انا لما رفعتها من على الزبادي كانت مش مبلولة خالص. انا اخلي بالي من النقطة دي علشان خاطر ما تبوظش معايا كوبايات الزبادي او تفسدها. قد ايه شكله حلو معانا، قد ايه هو متماسك. بعد 3 ساعات حرفيا كان هو ده شكله معانا. نقدر بعد كده نحطه من نص ساعة لساعة في التلاجة. احنا هنا لو حطينا ايدينا في المية او مسكنا الصينية هنلاقيها لسه دافية. المرحلة دي مهمة جدا وبتساعد على التخمير. يلا بقى نشوف النتيجة بتاعت الزبادي بتاعنا بعد ما حطيناه تقريبا من نص ساعة لساعة في التلاجة. هيبقى بالشكل المتماسك ده. زبادي عملناه متماسك في 3 ساعات من غير أي إضافات نهائي، من غير مكنة زبادي طبعا، من غير كمان فرن البوتاجاز. عملناه بأسهل طريقة. بنحاول إن احنا نيسر على بعض على قد ما نقدر، وعملناه بطريقة سهلة جدا وخدنا نفس النتيجة. ما استاهلش منكم بقى لايك؟ يلا على طول لايك للي لسه ما حطش لايك، وتعليق حلو بقى منكم، وعلى طول كل اللي ما اشتركش يشترك في القناة. وبكده نبقى عملنا الزبادي في البيت وبإيدك ومن غير أي مواد حافظة. نتيجة مرضية جدا ومفرحة. يلا بقى نشوف الكوبايات كلها بالشكل ده. هحركها زي ما انتوا شايفين كده وانزلها وارفعها تاني، وهعملها على كل الاتجاهات عشان تشوفوا قد ايه هو متماسك بعد 3 ساعات حرفيا. وهتحطيه كمان زي ما قلت لكم في التلاجة بس علشان هو كان بيبقى دافي، علشان لسه المية بتاعته كمان لو اما تيجوا تعملوه وتشوفوها هتلاقوها لسه سخنة. هتلاقوا لسه اللبن نفسه بتاع اللي عمل زبادي هتلاقوه لسه دافي. فمش هينفع تاكلوه كده، فلازم يتحطوا من نص ساعة لساعة كمان، يشد كمان اكتر كمان في التلاجة، وما يبقاش طعمه دافي بالشكل اللي احنا هنشوفه مع بعض كده. اهوت هو لسه دافي كمان، ما بينزلش من الكوباية. وادي كمان حتى الطاجن النتيجة فيه مرضية جدا، سواء في الطاجن سواء في الكوبايات النتيجة ناجحة 100%. ومن أول تجربة يلا بينا كل اللي لسه ما عملش زبادي وبيفكر يعمل زبادي يمشي على الوصفة وبنفس الخطوات وبنفس الترتيب، وإن شاء الله هيبقى معاه ناجح ومن أول مرة. وكل اللي متعود يعمل زبادي بطريقة تانية ومتعود عليها يلا بقى على طول يغيرها ويشوف الطريقة دي. وش القشطة معانا حلو قوي، النتيجة معانا برضو ممتازة. قد ايه هتبقى الوصفة ناجحة وقد ايه هتعجبكم. يلا بقى نشوفها مع بعض قد ايه هي متماسكة. شايفين الزبادي معانا ناعم ومتماسك وطعمه حلو جدا. هتجربوه هيعجبكم، وطبعا هيبقى دسم 100% مش زي اللي بنجيبه من بره. حبيتوا تعملوه زي الشركات زي ما قلتلكم هتمشوا على نفس الخطوات وبنفس الطريقة، والخطوة اللي فيها زبادي الشركات هتمشوا عليها. هي دي الخطوة الوحيدة اللي هتبقى فرق، ان احنا نحوش وش القشطة ونحط معلقة سكر. وبكده هتبقى الطريقتين معاكم، انتوا بقى تحتاروا وتختاروا ما بينهم. وكمان معانا اللي في الكوباية برضو نتيجته حلوة قوي. شايفين انا قلب الكوباية اهو، وكملت معاكم الفيديو كله وكملت كلام وهتفضل زي ما هي. يلا بقى كمان هنشوف معلقة مع بعض بالشكل ده حلو قوي. وكل اللي بيحب بقى وش اللبن والقشطة دي يجمع بقى معايا كده ويجربها ويبقى يدوقها ويقول لي رأيه. بصوا كمان المعلقة ديت قد ايه متماسكة معانا. وكمان بعد ما اخد المعلقة هقلب لكم الكوباية بالشكل ده وهتبقى لسه متماسكة، يعني متماسك. والوصفة ناجحة 100%. يلا جربوها على طول، الوصفة ما تترددوش فيها. قد ايه هي حلوة معانا، قد ايه هي موفرة وما فيهاش كمان مواد حافظة. دمتم بخير ورمضان كريم.